من أكبر رأس بالدولة إلى أصغر موظف بالحكومة أو الحكومة المحلية. يعني من رئيس وزراء إلى موظف البلدية اللي هو يستلم 250. أنت لما تجي وتقول لي ليش قاعد هنا، من قال لك تقعد هنا ممنوع، وين أروح؟ أنا إمكانيتي خلينا نقول مثلا 10,000 دينار، أروح 100,000. أنا وين أروح؟ أنا ما عندي إمكانيتي 10 مليون 20 مليون 25 مليون أفتح لي محل مشروع، وأنا مشروعي كله 10,000 دينار 100,000. وين أروح؟ هي غير الحكومة، الدولة تساعد الفقير، بلد غني والشعب فقير. تجي الحكومة وموظف البلدية يجي يعزلني، ليش؟ وين أروح؟ قاعد إيجار، مولدة، مصرف زايد ناقص، عندي 2 أطفال بالمدرسة. أنت فهمني وين أروح؟ أنت الحكومة الموقرة من محمد الشيعة السوداني، وجدت الانتخابات، الفقير وين يروح؟ مع الأسف على شيعة علي الكافر، ما أقول لك كافر، مسيحي ويهودي وباقي الديانات كاثوليكي، صحيح عزلك بس يشوف لك هذا شغلة ثانية، يعطيك يساعدك بمبلغ من مشروع دين، عندك مهنة يزود مهنتك. بس أنا شنو بالنسبة للشيعي؟ يقول لك مشكلتك أنا إيش علي؟ مو بيدي، أنا عبد مأمور. عبد مأمور شنو؟ أنت مشرك بالجريمة إذا تجي وتعزل لك فقير. اكو فقراء مو بس انا بالنسبه لي بس ادبرها، اكو نساء ورجال كبار. مره وين تروح بالله؟ غير لها راتب معين، مجبوره اني تطلع تشتغل، انا مجبور اطلع اشتغل، يعني اظل قاعد بالبيت. دا تعجب على الدوله كلها من اكبر راس الى اصغر راس، يعني بالنسبه للراتب. ما مهتم بهذا الشيعي. امام علي شو يسوي بيك اذا تشوفك شيء؟ امام المهدي شو يسوي بيك؟ تتوقع يرضى عليك؟ مثل ما انت هذا تعزل لك فقير قاعد على باب الله، انت مشرك بالجريمه من اكبر راس الى اصغر راس. عيب عليكم، حرام عليكم. يعني الكافر اشرف من العراقي، اشرف من الشيعي. تروح بغير دوله يساعدك، اي نوع من المساعده، يقول لك ممنوع. تعال عزل بس يساعدك، ما يعوفك بالدهر. شنو التفكير العقليات هاي الكفر؟ مع الاسف عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.